بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، وصحة وسعادة وراحة بال يا رب. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الإسراء والمعراج، وتعودوا لها بخير يا رب. احنا وانتم والسامعين وكل من قال امين يا رب. اللهم بلغنا شعبان كده ورمضان ويعيد علينا الأيام وعليكم بخير يا رب، وهنا وسعادة يا رب. اللهم صل على النبي. النهاردة كان طبعا السوق حدنا، احنا سوقنا بيبقى يوم السبت. فقمت تاني كده رحت السوق النهارده، اتشجعت كده واتحمست وقلت ايه، انا اللي هروح السوق النهارده واعمل شملوله واروح السوق. قمت اتوكلت على الله كده الساعه 7. انا رايحه والله عشان اجيب ليفت، يعني انا هدفي ان انا اروح اجيب ليفت وكرنب وخضره محشي وحاجات من اللي بالكوا فيها دي. فقلت اما اروح اجيب الليفت اللي بجيبه ال5 كيلو، كنت بجيبه ال6 كيلو. النهارده يقولوا لي التلاتة ب10 جنيه. يا جماعة يهدوكوا يرضيكوا الأربعة يقولوا لا التلاتة ب10. اضطريت إن أنا أجيب بقى. احنا زهقنا من الزيتون وكده، وقلت ايه لا اما نغير. جبت 3 كيلو، اما قطعتهم وغسلتهم الأول قبل ما بقطعه، وارجع تاني بقى أقطعه واغسله وارجع أحطه في مية كده وأنا بحدق بقى. يعني وأنا بخلله لازم يبقى عليه مية كده. طبعا كنت جايبة كرنباية برضو حلوة كده ب5 جنيه. خدت القلب بتاعها وقشر السفند دي بقى ما اقولكوش عليه بقى، مع مخلل اللفت بقى، ما تحط قشريتين 3 سفند تغسليهم كده وتقطعيهم وترميهم معاه. ما اقولكيش على الطعم بقى والريحه بتاعت اللفت ده. ما عنديش بنجر، عندي اقلام اللي هي بتاعت اللون دي، اللي هو اللون الاحمر ده. آه، جبت قلم كده، خدت شويه في الشفشق بتاع اللي هناك اهوت وحط فيه ملح خشن. وايه، وهنحطه بقى عشان يدي لون، هو احمر وحلو ولفت طري صراحه وجميل. بس قلت اما احط له شويه كده ايه يخلوا اللون بتاعه ايه برضو ايه عاطي معانا لون شويه. جايبه جزر، خدت جزرتين على شويه شطه قدام كانوا في التلاجة، على قلب الكرومبة على الليفت، بالصلاة على النبي ملوا البرطمان دوت اهو زي العسل. وبألف هنا للي يشوف وبألف هنا للي يدوق. ما حتة الفلفلاية وقعت مني حطيتها تاني. لازم كده، ما برتاحش الا وانا واقفة كده يا جماعة، وفي ايدي حتة هيد، ما اطوق البوتاجاز، اطوق باب التلاجة، اطوق المطبخ كده من فوق. لازم في زي ما انتوا شايفيني كده والله، في ايدي حتة الهيدمة دي على طول في المطبخ، ولازم تكون نظيف. رحت اجيب مية من الحنفية، ازود بس الملح، وازود اللفت شوية لان المية قليلة. حطيت كمان شوية ملح. انا دقت المية وظبطت الملح بتاعه، فانت بقى لما تحدقيه والملح بتاعه يجي منك زايد شوية، بتبقي تنقصي بقى المية وتزودي شوية مية. والله يا جماعة عمري ما غليت مية. في ناس بتحدق المخلل ده، تغلوا له ميه وتبردها ومش عارفه ايه. والله عمري ما غليت ميه للمخلل، اي مخلل سواء زيتون سواء لفت، اي مخلل بعمله عمري ما غليت له ميه. هي ميه عاديه من الحنفيه وبالصلاه على النبي، وبيطلع في منتهى الجمال ويقعد عندك مسافه. الركة على النية، النية سليمة، ده أهم حاجة. بس كده يا تا يومين 3 ويتاكل منه. يعني مثلا النهاردة السبت، على يوم التلات بالكتير خلاص تاكلي منه زي الفل. ده نسيت احط له شويه سكر، لازم احط له معلقه سكر عشان بتديله قرشه كده، وبتحافظ عليه برضه. حبه السكر بيحافظوا على المخلل وبتديله قرشه كده وطعمه حلو. فرحت جبت الحبه دول حطيتهم عليه بقى. في ناس بتحط توم وناس بتحط خل، فانا صراحه ما بحبش الحاجات دي. الخل والحاجات دي والتوم والحاجات دي تتحط على الزيتون والفلفل والليمون والكلام ده. طبعا هنا بقى رحنا على البوتاجاز عشان ايه، نغسله بقى ونشوف هنطبخ ايه. هنطبخ ايه، جاي لنا شويه فول اخضر بالليل، ناس حبايبنا كده بعتنهم لنا. لا اله الا الله. قلت اما نعمل ايه فول النهارده، شويه فول كده غموس، ونطبخ جنبهم شويه رز وطبق سلطه وعود خضره من اللي جاي من السوق، والحمد لله كده رضا. وهم حدانا ما بيرتاحوش في السمك، وانا ما رضيتش اجيب سمك علشانهم. اللي عنده برد واللي مش عايز واللي مش حابه، قلت طب خلاص.
وكان شوية شوربة بقى من امبارح كده، وفيهم حتتين ايه قراقيش على حتة لحمة، وايه الحمد لله مشينا اليوم. والله اتبسطوا وقالوا احسن من السمك 1000 مرة. قلت طيب، المهم تبقوا مرضيين. قالوا مرضيين. كده بقى جبت بصلتين حلوين كده نعملهم للفول. حطيت شوية زيت كده والبصلتين والله انا جيت من السوق مغيرت هدومي، يعني جينا فطرنا وقعدت بقى ايه اعمل اللفت واقطع الكرنبة وانضف الخضار واعمل الفول. فضلت بلبس السوق زي ما انا. طبعا انا نضفت الجرجير وكرات وبصل اخضر وايه وبغسله بقى كده وانقعه في شوية مية. بعد كده بقى اشيله من المية، احطه في مصفى وتشطفي تاني تحت الحنفية وتسيبيه بقى ايه. حطه تحت المصفى طبق وسيبيه بقى لساعة الاكل. لسه في المواعين في الوقت دي لسه ما اتغسلتش. الفول اهوت خلصت تفصيص ورحت بقى كده حطاه مع البصل. الطماطم طبعا عندي في التلاجة جاهزة، رحت واخدة بقى معلقتين حطاهم عليه وشوية شوربة وبعدين الفول طري ما بياخدش نار، ده 10 دقايق وخلاص بتطفى عليه. في ناس برضه بتحط له توم، انا من الناس اللي ما بحطش ليه توم ولا بحب التوم في الفول. دي بقى شوربة طلعتها من التلاجة، هي لو تلاحظوا فيها شوية عظمة كده حلوين اهم سبتهم للي يعوزهم. لسه على كده. هديت عليه النار بقى وسبته كده مع نفسه وياخد ويد مع نفسه كده بشكل ودي. جبت حبة الرز بقى نغسلهم ونولع عليهم. والله يا جماعة السوق غالي النهاردة وكل حاجة فيه غالية. عارفين البط البلد اللي هو السوداني اللي عنده على السطح الكيلو بكام النهاردة؟ والله ما هتصدق، والكيلو ب120 جنيه حدانا. انا معرفش بقى كل بلد ولها سعر. يمكن في البلاد التانية اغلى من كده. كان الدكر السوداني لما نيجي تشتري دكر سوداني تاخديه بالكيلو، هو عامة اصلا الدكورة بتتباع بالكيلو. كنت تسألي عليه تسعريه تشوف الكيلو بإيه، كنا نجيبه ب40 وب45، ويا سلام لو كنا نجيبه ب50 كنا نقول غالي ونار وبقى غالي. النهاردة ب120 جنيه الكيلو السوداني في السوق النهاردة. أما الناس كلها ماشية تضرب كف على كف من الغلا. أي والله العظيم. الخيار ب10 جنيه والفلفل ب10 جنيه، الطماطم ب6، البطاطس ب6، السفند الكيلو وربع ب10، البرتقال الكيلو وربع حاجة يعني. يلا الحمد لله، ربنا يرخي قوت المسلمين يا رب. خش بقى كده على شوية الدربكة دول نخفهم كده من على الحوض. والناس هتعمل ايه يعني؟ الناس مش هتاكل. الناس ماشية تقول هنعمل اضراب على اللبن اللي عاد ب20 جنيه، وماشية هتعمل اضراب على اللحمة اللي عادت ب250، وعن الفراخ اللي الكيلو عاد ب80 وب90. طب الناس هتعمل ايه؟ طب الناس هتاكل ايه يا جماعة الخير؟ الناس هتعيش ازاي؟ الله والله العظيم الناس ما عادت عارفة تعمل ايه. الحمد لله. اللي عنده قوت يومه يحمد ربنا عليه. لا وبيقولوا وزير التموين والاسعار هتنزل واللي هيلاقوه بيخالف الاسعار هياخدوا منه الحاجه بتاعته ومش عارفه وهيعملوا له غرامه ويعملوا كل ده. فما احنا بنسمع كده بقالنا شهر ولا شفنا حاجه اتعملت ولا شفنا اسعار نزلت. يلا ربنا يعين الناس كلها يا رب. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما يلا يا حاجه خلصي خف نفسك كده شويه. تبالك طويل ليه كده؟ ما كانوش جال كوبايتين وصحنين قدامك. هتقعدي تغسلي فيهم طول النهار؟ لسه ورانا شغل تاني. اللبن اللي انا كنت بغليه دوت حطيت فيه شوية شطة ومعلقة ملح عشان احطه في البرميل اللي عندي بتاع المش. والله ما عارفة اجيب جبنة، كيلو الجبنة ب40 جنيه. بسأل على الجبنة النهاردة، رحت اسوق الجبنة كده اسعر الجبنة واشوفها، الزبدة ب150 والجبنة الكيلو ب40 جنيه.
عندي حتتين حلوين اهمت فيهم، وعندي المش اهوت، بس بقى كل فترة كده زودوا شوية لبن اهو. دلقت كده حبة اللبن دول، ازازة كده جايه لنا برضو، اللي جايبين لنا شوية الفول بالليل جايبين لي ازازة اللبن، لبن بقاري. قلت لها انت تعالى ما تنفعش الا للمش. لا اله الا الله، شوف المش جميل ازاي، وعسل بقى بحط فيه دنقان مع عسل، عسل كده، وفلفل احمر بقى بس الجبنه كمنها جديده يعني، بتاعت السنه دي، ما هياش قديمه ولا حاجه، ده انا حطاها من اسبوعين. واحده عايزه مني شويه مش، فقلت اما ملت لها حله كده خدتها، هبدلقها لها بقى في برطمان وكده طبخنا كده غدانا اهوت، والسلطه والخضار، وكده يومنا عدى والحمد لله، وكده رضا، ونحمد ربنا قوي على كده، نعمة وفضل من ربنا. يلا يا حبايبي، واشوفكم في فيديو جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ادا المش اهوت، بقول لكم واحدة عايزة مني شوية مش، طلعتهم لها كده وجايبه لي البرطمان اعبهم لها بقى فيه وابعتهم لها. جايبه لي الفول وجايبه لي اللبن، ما انا بعتش لهم شوية مش. يلا يا جماعة، مع الف سلامة، واشوفكم في رعاية الله بإذن الله. مع السلامة.